أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث اليوم بعنوان الأرض بين القرآن الكريم والعلم الحديث. أسماء الباحثين: الأستاذ الدكتور قتيبة فوزي جسام الراوي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الفلوجة. الأستاذ الدكتور عبد الله سليمان عبد الله الشامي، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ، هيئة المواد النووية، القاهرة. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس جامعة الفلوجة الأستاذ الدكتور أحمد سليمان حمد المحترم، والسيد عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الفلوجة الأستاذ الدكتور محمد جاسم العيساوي المحترم، والأساتذة الحضور كل باسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأرض مهدا للحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الأرض ذكرت في القرآن الكريم بكثرة وفي صور كثيرة، بلغ عددها 461 موضعا في كتاب الله عز وجل، فمنها ما يشير إلى الأرض ككل في مقابلة السماء، ومنها ما يشير إلى اليابسة التي نعيش عليها أو جزء منها، ومنها ما يشير إلى التربة التي تغطي صخور الغلاف الصخري، وهناك آيات تصف كروية الأرض، ومنها ما يشير إلى دورانها، ومنها ما يؤكد عظم مواقع النجوم منها أو حقيقة اتساع الكون من حولها. واليابسة هي جزء من الغلاف الصخري للأرض، وهي كتل القارات السبع المعروفة والجزر العديدة المحيطة بها. أسباب اختيار الموضوع: يرجع أسباب اختيارنا للموضوع إلى: 1. وجود حقائق علمية على الأرض لم تكن معروفة للإنسان قبل القرن العشرين، بل إن الكثير منها لم يتوصل الإنسان إلى معرفتها إلا عبر جهود وتحليل دقيق لعدد هائل من الملاحظات والتجارب العلمية في مختلف أجزاء الأرض. 2. أهمية القرآن الكريم في هداية البشر، خاصة في هذا الزمن الذي فتح الله عز وجل على الإنسان أبواب العلم بالكون ومكوناته ما لم يفتح من قبل، كما يتضح جليا أهمية دراسات الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل الذي يعد من أنجح أساليب الدعوة إلى الله عز وجل في عصرنا. أهمية الموضوع: إن ثبات صدق الإشارات القرآنية في القضايا الكونية مثل الحقائق المذكورة على الأرض، وهي أمور مادية ملموسة يمكن للعلماء قياسها عن طريق التجارب وكذلك إثباتها، هذا يجعلنا نسلم بحقائق القرآن الأخرى، خاصة ما يرد في مجال القضايا الغيبية، والقرآن الكريم هو النص الوحيد الذي يمثل ذلك منذ 14 قرنا مضت، وإلى أن يرث الأرض سبحانه وتعالى ومن عليها. وأما منهجنا في البحث فهو منهج استقرائي للحقائق العلمية التي توصل إليها العلماء عن الأرض في العصر الحديث، بالرجوع إلى كتب الإعجاز العلمي وبعض التفاسير والمواقع العلمية على شبكة الإنترنت. والبحث يشتمل على 4 مباحث. المبحث الأول: بعض الحقائق العلمية الخاصة بكوكب الأرض، ويشتمل على مطلبين: المطلب الأول بعد الأرض عن الشمس، المطلب الثاني المجال المغناطيسي وكتلة الأرض. المبحث الثاني: بعض الآيات القرآنية عن تكوين الأرض والعلم الحديث، ويشتمل على 4 مطالب: المطلب الأول الأراضين السبع، المطلب الثاني حديد الأرض، المطلب الثالث خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، المطلب الرابع دحو الأرض. المبحث الثالث: بعض الآيات القرآنية عن صفات الأرض والعلم الحديث، ويشتمل على 5 مطالب: المطلب الأول نقص الأرض من أطرافها، المطلب الثاني أدنى الأرض، المطلب الثالث الأرض ذات الصدع، المطلب الرابع في الأرض قطع متجاورات، المطلب الخامس البحر المسجور، المطلب الرابع نماذج من الإعجاز العلمي لتثبيت الأرض بالجبال، ويشتمل على مطلبين: المطلب الأول الأرض مهادة والجبال أوتادا، المطلب الثاني الجبال الراسية. الخاتمة: بعد هذه الدراسة العلمية عن كوكبنا وما ورد من إعجاز علمي في القرآن الكريم بشأنه والذي يتوافق تماما مع العلم الحديث، يمكننا أن نلخص أهم النتائج والتوصيات بالآتي: 1. أن الذي اكتشفه العلم الحديث من إعجاز علمي على الأرض هو جزء من الإعجاز القرآني الذي أبهر العقول وحير العلماء، وكان سببا في إسلام عدد كبير من علماء الغرب الذين عرفوا عظمة القرآن الكريم، وأن هذه العلوم القرآنية يستحيل أن تكون صادرة من البشر، وهذا الإعجاز من أهم أساليب الدعوة في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه. رقم 2: الأرض كوكب فريد في كل صفة من صفاته، مما أهله بجدارة
أن يكون مهدا للحياة بكل متطلباتها. 3. تنوعت مجالات الإعجاز العلمي عن الأرض فشملت جميع أجزاء الأرض من اليابسة والبحار والجبال. 4. من الحقائق العلمية الخاصة بكوكب الأرض والتي تطرقنا إليها في هذا البحث بعد الأرض عن الشمس، المجال المغناطيسي، كتلة الأرض، الأراضين السبع وحديد الأرض، وخلق السماوات والأرض والظلمات والنور ودحو الأرض ونقص الأرض من أطرافها والأرض ذات الصدع، وفي الأرض قطع متجاورات، والبحر المسجور، ونماذج من الإعجاز العلمي في الجبال، والأرض مهادة والجبال أوتادا. رقم 5. لا يصل الأرض من الطاقة الشمسية التي تشعها الشمس سوى جزء من بليوني جزء من هذه الطاقة الهائلة، وهو قدر مناسب لنوعية الحياة الأرضية. ولو كانت الأرض أقرب قليلا إلى الشمس لكانت كمية الطاقة التي تصلها كافية لإحراق جميع صور الحياة على سطحها، ولتبخرت البحار والمحيطات وتخلخل غلافها الغازي. رقم 6. لو لم تكن الأرض مائلة حول محورها على مستوى مدار الشمس ما تبدلت الفصول، وإذا لم تتبدل الفصول اختل نظام الحياة على الأرض. رقم 7. في التعبير القرآني بوصف الجبال بالأوتاد هو ما يتطابق مع العلم الحديث الذي يؤكد بأن الشكل الخارجي للجبال على ضخامته يمثل الجزء الأصغر منها، وأما الجزء داخل الأرض فيشكل الجسم الأكبر من الجبال، ووظيفته تثبيت الغلاف الصخري واتزان دوران الأرض حول محورها. رقم 8. المجال المغناطيسي المحيط بالأرض يحميها من الأشعة الكونية المتساقطة باتجاهها، وبدونها تتعرض صور الحياة على الأرض للهلاك. رقم 9. الحمم المتصاعدة من البراكين تغني التربة بالخيرات المعدنية والصخرية. رقم 10. يتركز الحديد في لب الأرض بنسبة 90%، وتتناقص نسبته من لب الأرض إلى الخارج حتى يصل إلى 5.6% في قشرة الأرض. رقم 11. حتى أواخر الخمسينات من القرن العشرين لم يكن لأحد من العلماء أن يتصور هذا القدر الهائل من الحديد قد أنزل من السماء إلى الأرض. رقم 12. دحو الأرض تعني إخراج كل من ماء الأرض وغلافها الغازي من داخلها. 13. سرعة دوران الأرض حول محورها وقوة طردها المركزية يؤدان إلى تفلتح في القطبين ونقص في أطرافها. 14. انقاص الأرض من أطرافها يكون باندفاع قيعان البحار تحت القارات وانصهارها، وهو بفعل تحرك الغلاف الصخري للأرض. 15. الأرض فيها كم من العناصر المشعة التي تتحلل تلقائيا بمعدلات ثابتة. هذا التحلل يؤدي إلى حرارة هائلة، وإذا لم تجد هذه الحرارة متنفسا سهلا لها كالصدع لانفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة. ولذلك يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة العلمية المبهرة: والأرض ذات الصدع. 16. للأرض نظام كلي واحد وليست أنظمة جزئية منفصلة، وهي ليست مجرد كوكب بل كيان عظيم، وهي تملك القدرة على تجديد وتعويض ما تفقده. التوصيات: ضرورة مواصلة البحث في إعجاز القرآن الكريم، لأنه من أفضل الوسائل للدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وبالإعجاز يزداد إيمان المؤمنين وأفضل سبيل لدخول غير المسلمين في الإسلام. 2. على العلماء المسلمين والباحثين في جميع التخصصات أن يكونوا عالمين بعلوم القرآن الكريم، وأن يتعاونوا على اكتشاف حقائق علمية جديدة قد أخبر عنها القرآن الكريم، وأن لا يقولوا في كتاب الله عز وجل إلا ما يتوافق مع ضوابط العجز العلمي ضوابط الإعجاز العلمي التي وضعها العلماء. رقم 3. على الباحثين في القرآن الكريم أن يفرقوا بين الإعجاز العلمي الذي هو عبارة عن إخبار القرآن الكريم عن الحقائق العلمية التي أثبتها العلم التجريبي أخيرا، وبين التفسير العلمي الذي يعني تفسير الآية القرآنية أو الحديث النبوي بما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية. رقم 4. توضيح وبيان أن في القرآن الكريم آيات عديدة تشير إلى مستقبلية الفهم لبعضها. قال جل جلاله: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الأنعام الآية 67. وهذا يدفعنا إلى مزيد من العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.